السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا في احسن حال وفي صحة جيدة. كي كتشوفوا ان شاء الله اليوم غنحضروا هذا الطبق ديال السردين معمر بالفرماج. كاين اللي غيجيه غريب انه معمر بالفرماج، كاين اللي ما عارفش، ولكن راه كيجي زوين، يعني غير جربوه غادي يعجبكم ان شاء الله. هذا الطبق هذا ديروه في اي صينيه عندكم، مربعه او دائريه، ودخلوها للفران. كيجي زوين في الصراحه. غادي تشوفوا المقادير والطريقه ان شاء الله. وما تنساونيش كيف العاده من لي لايك ومن الاشتراك الا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه، الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي. ما تنساوش اللايك والضغط على المربع الاحمر وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي، يعني كاع الفيديوهات ديالي ان شاء الله باذن الله. بالدعم ديالكم باش حنا مستمرين، وبالدعم ديالكم باش غطلع هاد القناه ان شاء الله باذن الله. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كيف كتشوفوا هنايا في المقادير غنحتاجوا، المهم هنا انا درت الربيع مخلط، القزبور والمعدنوس والثومه، واحد 5 الفصوصه، المهم الثومه على حسب يعني الكميه اللي دايرين ديال الحوت. هنا غنديروا شويه ديال التحميره، الا عندكم حتى الكرافس ديروه كيجي زوين. وهنا غنديروا شويه الكمون والتحميره، الكمون وشويه البزار. انا ما كنديرش السكنجبير في الحوت، اللي بغا يديروا. هذه هي العطريه اللي كندير انا في الحوت. والحامض كذلك كنعصر واحد الحامضه، والملحه. المهم هذه هي العطريه اللي كندير في الحوت: التحميره، الكمون، البزار، وشويه الملحه، وواحد الحامضه معصره. اللي عنده قزبر كارم مطحون حتى هو يديرو كيجي زوين. والكرافس، اذا عندكم كرافس ديروه. في الصراحه انا غير ما متوفرش عندي، اما كيجي فيها زوين الكرافس. غنعصر هاد الحامضه هادي مزيان، وغادي نطحن هادشي كامل. غادي ندير بعدا واحد المعلقه ديال مطيشه الحك، اللي بغا يديرها كتجي زوينه. يعني من الاحسن نضيف واحد المعلقه ديال مطيشه الحك، المطيشه المركزه. وغنديروا شويه الماء باش نطحن هادشي كامل. هنا من بعد ما طحنته نتوما كتشوفوا، يعني هاد الماكينه غنخليها لان مازال غنطحن فيها هذيك الخضره اللي حداكم اللي كتشوفوا فيها زعما. هذه الطاسه اللي طحنت، ديك العطريه اللي طحنت الصراحه كطحن مزيان. هاد الماكينه هادي كندير فيها انا كلشي وكنطحنو. هنايا ما قلتش لكم شنو عندي: فلفله حمراء مشويه، وفلفله صفراء، فلفله خضراء، جوج مطيشات، وواحد دنجانه. اللي بغى يديرها، اللي ما بغاش ماشي مشكل. المهم كلهم كنديرهم فوق البوطه حتى كيتشواو مزيان، يعني نحيدو لهم ديك القشره. اللي بغى يدخلهم الفران يديرهم في اللاطه ويدهنهم بالزيت ويدخلهم الفران. انا درتهم فوق البوطه. غادي نطحنهم هنا حتى هما كاملين تيوليو عندنا بحال لاصوص، ونتلاقاو ان شاء الله. هنا من بعد ما طحنتهم مزيان، يعني كيطحنوا كيوليو بحال لاصوص اللي كتشوفوا كلشي كينسجم مع بعضياتو. غادي ندير لهم شويه من العطريه اللي طحنا قبيله، ونخلطهم مزيان باش تجي يعني فيها النسمه ديال العطريه، تجي مشرمله. هنا تقدروا بحال مثلا الوليدات اللي ما كياكلوش الخضره، تقدروا تسلقوا بطاطا، خيزو، اي حاجه، وطحنوها مع هذا الشيء وديروها بهذه الطريقه هذه. منها الوليدات ياكلوا لكم الخضره. هنا غنديرها في هذا الاناء اللي غندخلها للفران. ديروها في الصينيه ولا باي حاجه عندكم، دايره ولا مربعه ولا كيف ما كان. غادي نديروا هذا لاصوص هذا في هذا الاناء ديال الكراطه. هي كتجي بحال شكل الكراطه، ولكن هي كتبقى ديال الحوت، وكتجي زوينه بصراحه في المذاق. كنتمنى تجربوها. غادي نسرح هذا لاصوص مزيان على الاناء ديالي باش يجيني يعني متساوي. وغنخليه على جنب باش نحضر السردين. من بعد ما كنكون غسلناه بطبيعه الحال وحيدنا ليه جميع الشوائب اللي تيكونوا فيه، نحيدو الشوك، نحيدو يعني كلشي، نقيوه مزيان راكم عارفين. وهنا غنجيب السردين، غادي ندير ليه شويه ديال الشرموله، من ديك الشرموله اللي طحنا اللي شفتو قبيله طحنتها. غندير شويه وغندير وسط منه الفرماج. هنا اي فرماج عندكم، سواء كان المثلث او ديال الساندويتش او لا اي فرماج، فرماج الاحمر، اي فرماج بغيتو كديروه وسط منه. وكان هاد بلاصه الا بغيتو تحيدوها كاين اللي كيحيدها، انا ما حيدتهاش خليتها. وغادي نعمر ونحط في هذاك الاناء ديال اللي غندخل الفران.
تنكمل يعني السردين كاع اللي عندي كامل. نحطو القطع ديال الفرماج ونعمروها. غنبقى غادا بهاد الطريقه هذه حتى نكمل السردين اللي عندي. تقدروا ديروا وحده فوق وحده، اللي كيبغي يدير السردين وحده فوق وحده. هنا هو فرماج ساندويتش حتى هو الا كان عندكم ديروه، وقلت لكم حتى الفرماج ديال داك المثلث حتى هو يمكن لكم ديروه. هنا من بعد ما كملت السردين اللي عندي، درت شويه الحامض في الجناب. هنا الزيتون ديال الدار يعني مصاوب في الدار. غندير شويه الشرموله انا هنا معاه، حنت غليته شويه مع مالح، غليته وعاد درت ليه صفيته من داك الماء ودرت ليه شويه الشرموله، وغادي نستفو غير من الجناب ما غنديروش الوسط، يعني كيبقى على حسب الرغبه. وكنتمنى تجربوها بهذه الطريقه، والله الا كتجي لذيذه الصراحه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله باذن الله. غادي ندير عفوا السردين عفوا الزيتون من الجناب، وغندير واحد الفلفله حاره، والفران غيكون انا شاعله من قبل يعني يكون سخون. وغادي ندخلو ليه الطبق ديالنا حتى يطيب، راه دغيا كيطيب. ومن يطيب ان شاء الله غادي نتلاقاو باش نشوفوا الطبق النهائي كيفاش جا. الطبق ديالنا بعد ما طاب كنخليوه حتى كيطيب وينشف ما يبقاش فيه الماء. هنا كيف كتشوفوا راه كيجي يعني كتجي ناشفه، كيبقى غير لاصوص. انا كنت غنحط لكم ولكن تحبس ليا التليفون. كيف قلت لكم هنا كان طفى ليا التليفون، صحابني كيصور، ومهم ماشي مشكل. هانتوما كتشوفوا الطبق كيفاش جا كيجي غزال. كنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم الطبق ديالي كيف العاده ما تنساونيش من اللايك. كنتمنى يعني فضلا وليس امرا ما تنساونيش من اللايك، واللي باقي ما اشتركش يضغط على المربع الاحمر ويفعل الجرس. ومرحبا بكم في القناه ديالي، وشكرا لكم كامل على المشاهده.